طيب احنا عايزين الكورة بقى لما نيجي هنا عند الثانية 1 الكورة ما تمشيش مستقيمة. عايزين نطلع الكورة فوق كده زي ما انتوا شايفين، بنيجي نمسكها بالماوس ونرفع الكورة فوق. اوكي، وممكن نكبر دي كده، نكبر دي كده. ده اللاين اللي الكورة هتمشي عليه، شايفين؟ وممكن نجيب دي كده، البوينت دي هنا كده. اوكي، وممكن نجيب البوينت دي هنا كده. تمام، تعالوا نجرب كده. بيدينا هنا كي في البوزيشن، الحركة. تعالوا نشوف. اوكي تمام. طيب تعالوا نقفل البلور او الافكت بتاع البلور، بنقفله من هنا، او زي ما اتعلمنا الحلقة اللي فاتت من هنا. اوكي تمام، احنا كده قفلناه. وعايزين الحركة دي يبقى فيها برضو بلور. طيب ممكن نعمل ايه؟ ندوس هنا بلور للبول ونأكتف البلور. تعالوا نشوف كده. اه بص، فيها بلور بسيط. طيب لو شلنا البلور هنحس فرق. نحط البلور. اوكي تمام تمام. طيب لو هو مش متأكتف برضك مش هيديك بلور، لازم تأكتف البلور عشان يأكتف البلور كله اللي في الليارات. اوكي، تعالوا نجيب حاجة تانية من بره. نجيب الجون مثلا. طيب لو افترضنا ان ده الجون، عايزين نكبره شوية، بس هو الجون باصص الناحية دي مش باصص الناحية دي. اوكي طيب هنخليه باصص الناحية دي ازاي؟ نفتح السهم هنا، تكبير من السكيل. طيب عايزين نخليه بص الناحية دي مش الناحية دي. بنروح جايين شايلين اللينك ده ونروح جايين جنب الرقم ونروح دايسين ماينس وندوس على الفاضي هنا بره كده بالماوس، يروح الجون مقلوب الناحية التانية، عامل فليب. اوكي طيب نرجع تاني تاني. اوكي تاني. طيب لو عايزين نخلي الجون ده يتقلب من فوق لتحت، بنشيل اللينك ده ونروح جايين جنب الرقم ده عاملين كده ودايسين حاطين جنبيه ماينس، نروح قلبين الجون من فوق لتحت. طيب عايزين نرجع تاني نخلي الجون باصص ناحية اليمين مش ناحية الشمال، بنشيل اللينك زي ما احنا شايفين كده، بنشيل اللينك ده ونروح جايين جنب الرقم ده وحاطين ماينس من غير ما نغير في الرقم، فيبص من الناحية دي. نروح ماسكين الجون وحاطينه هنا، ظابطينه في المكان اللي احنا ايه عايزين نحطه فيه. تمام اوكي. طيب طبعا لازم نصغر الكورة بقى عشان تدخل الجون وكده. طبعا لو احنا هنلعب في السكيل بنلعب في السكيل من هنا، بس طبعا للكورة ممكن عشان تفتح السكيل بس ما تفتحش السهم دوت وتشوف الترانسفورمر كله، بتيجي عند السكيل بتقف على اللاير وتدوس اس. بتدوس اس بيفتح لك السكيل بس، ولو عايز تظهر البوزيشن اللي هو الحركة بتدوس بي فور بن. اوكي تمام. طيب ولو عايز تعمل روتيشن بتدوس ار، بيظهر لك الروتيشن بس. طيب يبقى كده احنا عرفنا ازاي نصغر ونكبر، وازاي نجيب حاجة من مكان لمكان، وازاي نعمل روتيشن للحاجة. اوكي، وازاي نخلي لو في حاجة باصة الناحية دي نخليها باصة الناحية التانية او العكس. لو عايزين نحط باك جراوند ورا الجون والكورة بدون الفيديو، نخفي الفيديو من هنا ونخفي الصوت بتاعه. وعايزين نحط باك جراوند نعمل ايه؟ بنيجي نفتح لاير نيو سوليد ونختار اللون اللي احنا عايزينه. في هنا كل الالوان. اوكي اخضر تمام، بيبان هنا او بيبان هنا، وندوس اوكي. اوكي انا عايز الاخضر. طيب ونيجي هنا ميك كومب سايز، يعني عايزين الشاشة كلها تبقى عليها الباك جراوند، وندوس اوكي.
نزلت الباك جراوند على الفيديوهات. نيجي هنا نقفل الاسهم بتاعت الليارات اللي عندي، بس هنا باين الباك جراوند على الحاجه. هنا عندنا الليارات زي الفوتوشوب كده. اوكي، بينزل هنا اول حاجه، يبقى هنا عندنا اللاير الاولاني والتاني والتالت. اوكي، ممكن نسحب اللاير ده كده ونروح منزلينه تحت الجون. اوكي، طيب ننزله كمان تحت الكوره عشان الكوره تبان. اوكي تمام، يبقى كده الباك جراوند كده بقت في اللاير التالت، وفوقيها الكوره وفوقيها الجون. اوكي، عايز اخفي الكوره بنخفيها من هنا، عايز اخفي الباك جراوند بنخفي الباك جراوند من هنا. نفس النظام الجون بنخفيه من هنا. طيب تمام، عايزين بقى نعمل ريندر للانيميشن ده لغايه الثانيه 2 لغايه ما الانيميشن يخلص. هنيجي نعمل ايه؟ يا اما بنفتح كومبوزيشن سيتنج ونختار ثانيتين، ويبقى الفيديو كله ثانيتين كده زي ما انتم شايفين اهو، بس الفيديو كده يخلص هنا. اوكي، طيب الطريقه التانية بنيجي نعمل ايه؟ بنيجي عند الثانيه 2 ونروح دايسين ان، حرف الان من الكيبورد. اوكي، وباجي هنا في الاول لو دوت مش واصل للاخر بدوس بي، يبقى الفيديو دوت عايز ارندره من الاول بدوس بي وبحدد اخره بالان. لو عايز ارندر الجزء ده من الثانيه 3 للثانيه 5 بعمل ايه؟ بروح جاي واقف عند الخمسة واقول له ان، وعند التلاتة عايز ارندر الفيديو ده او اعمل له اكسبورت من عند التلاتة فبدوس له بي، بي فور بوكس. اوكي، من الكيبورد، او اسحب اللاير بايدي، بس الاضمن بالحروف. هبتدي الفيديو بحرف البي وانهي الفيديو بحرف الان زي ما انتم شايفين. تعالوا رندر الفيديو من اول فريم بندوس بي ولغايه الثانيه 2. تقدر تشوف هنا الثانيه الثواني والفريمات. اوكي، بندوس ان. خلاص، يبقى انا كده هرندر ثانيه 2. هرندر الثانيتين دول. بنرندر ازاي؟ بندوس فايل، اكسبورت، اد تو ريندر كيو، بيفتح لك الكومبوزيشن ده. شايفين احنا كنا شغالين هنا، فتح لك ده هنا كده. بنيجي ندوس على لوسز ونختار الاكستنشن اللي احنا عايزين نرندره سواء كويك تايم. اوكي، احنا هنختار اتش 264 عشان اخف شويه، ونقول له بالصوت لو احنا عايزينه بالصوت، مش عايزينه بالصوت خلاص، وندوس اوكي. ونيجي هنا نختار المكان اللي هنرندر فيه. سي لو هرندر على الديسكتوب ونسميه مثلا فوتبول. اوكي، سيف، رندر لي ده وادوس ايه؟ ريندر. يبتدي يرندر زي ما انتم شايفين كده. بعد ما بيخلص بنطلع على الديسكتوب ونشوف الريندر بتاعنا. اوكي، من الحلقة دي هنبدأ نطبق اللي اتعلمناه في كل اللي فات. زي ما انتم شايفين، عايزين نطبق الفيديو اللي قدامنا ده. الكرة تبقى موجودة في منتصف الملعب وتدخل الجون وهي بتلف، ويبقى موجود عليها الإفكت بتاع البلور. هتلاقي لينك تحت الفيديو في اليوتيوب في الملعب والجون والكورة. ولو على جروب افتر افكت بالعربي على الفيسبوك هتلاقي اللينك مع البوست، ولو على بيج افتر افكت بالعربي هتلاقي اللينك مع البوست. مستنيين فيديوهاتكم عشان نعرف مين متابعنا وبيستفاد مننا ومين وقع مننا. سلام. لو قابلتك اي مشكله في الافتر افكت اكتب لنا على الوول في الجروب واحنا تحت هنحلها لك في كومنت. علشان تتابعنا اعمل سبسكرايب على اليوتيوب، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير.